نحن يعني إذا تدمع عيننا ما تدمع عيننا خوف من حدا، بس تدمع عيننا حسرة على أنه تكالبت علينا كلاب الأرض وتخلت عنا كل دول العالم من عرب وعجم بصراحة. يعني أنا بدي أحكي لك بمنتهى الصراحة، أنا شخصيا ما عم أعاني من صعوبات، عايش مبسوط ومستور، بس أنه بعيد عن هالقرطة اللي يحكمها بشار الأسد وزبانيته. حتى لو بركنا تحت هذا الشادر، حتى لو بقينا سنوات. طبعا نحن مقدرين هالشي اللي انت فيه وهذا الموقف، وغصتك طبعا هيدي نحن كلياتنا بنغصها، ونحن اكيد مستعدين نقعد بالخيم 100 سنة ولا نرجع لحكم بشار الأسد. نحن يعني إذا تدمع عيننا ما تدمع عيننا خوف من حدا، بس تدمع عيننا حسرة على أنه تكالبت علينا كلاب الأرض وتخلت عنا كل دول العالم من عرب وعجم بصراحة. يعني بدنا نكسر عينه مهما كان إن شاء الله ما نرجع، لأن الركوع فقط لله يستحق الركوع. أما نركع لإنسان غير الله لا يستحق الركوع، لا، نركع لمن يستحق الركوع. أنا بحييك وبحيي شهامتك والموقف اللي أنت أخده يلي كتير قلال لساتهم عليه. نركع لمن يستحق الركوع، ما نركع بعد الله، ما نركع لحدا حقيقة. يعني ما نركع لمخلوق. يعني شلون ما نعيشنا وشلون ما صرنا وين ما صفينا ما نركع لمخلوق. بعدين ما هو شخص مخرب مجرم أجرم، ما استعمل كل أدوات الإجرام وجمع كل كلاب الأرض ومجرمين الأرض وسلطها على الشعب السوري. المساجد ما سلمت منه، القرآن الكريم ما سلم منه، أعراضنا في المعتقلات، شبابنا في المعتقلات، شبابنا صار معظمها تحت التراب، كثير من شبابنا يعني عائلاتنا تهجرت باتجاه دول أوروبا على أساس أنه هاي دول أوروبا شغلة، وراحوا طعام للسمك في البحار. ويعني ما ضل شيء بنزعل عليه بصراحة. يعني نحن